قمة عربية نارية تقترب، الجزائر والعراق وجها لوجه في كأس العالم، صراع الكبار والتاريخ يعيد نفسه. تابع معنا كل التفاصيل حتى النهاية. السلام عليكم ورحمة الله. تتابعونا في قناة محمد الشوافي عن أنظار وعشاق وكرة قدم عربية إلى واحدة من أقوى المواجهات المنتظرة في بطولة كأس العرب، حيث يلتقي منتخب الجزائر والعراق في مباراة تحمل طابعا خاصا من الإثارة والندية والتاريخ الكبير بين المنتخبين. هذه المباراة ليست مجرد لقاء عادي، بل هي قمة عربية حقيقية تجمع بين منتخبين يمتلكان قاعدة جماهيرية ضخمة وخبرة كبيرة في البطولات القارية والدولية. منتخب طبعا الجزائر يدخل هذه المباراة وهو يحمل معه تاريخ قوي في كأس العرب، خاصة بعد التتويج الأخير الذي أكد قوة الخضر على المستوى العربي. الجزائر تتميز بأسلوب لعب متوازن ويجمع بين القوة البدنية والسرعة في الهجمات المرتدة والانضباط التكتيكي العالي. لاعبون معتادون على الضغط في المباريات الكبرى وجيدون التعامل مع الأجواء الجماهيرية الصعبة. في المقابل منتخب العراق يعد من أكثر المنتخبات العربية جماهيرية شغفا. الكرة العراقية معروفة بالروح القتالية العالية واللعب حتى آخر دقيقة دون استسلام. المنتخب العراقي يعتمد على الضغط العالي والسرعة في الأطراف واللعب المباشر الذي يسبب دائما مشاكل لدفاع الخصوم، خاصة في المباراة الحاسمة. مواجهة الجزائر والعراق في كأس العرب دائما ما تكون خارج حسابات التوقعات. لا يمكن اعتبار أي طرف فائز مسبقا، لأن العامل النفسي والحماس والأخطاء التفصيلية الصغيرة كلها تلعب دورا حماسيا في مثل هذه المواجهات. التاريخ بين المنتخبين مليء بالمباريات القوية التي حسمت في الدقائق الأخيرة أو بالركلات الترجيح. من الناحية التكتيكية من المتوقع أن تعتمد الجزائر على الاستحواذ وبناء اللاعبين من الخلف ومع استغلال سرعة الأجنحة في الاختراق، بينما سيسعى العراق إلى إغلاق المساحات والاعتماد على الهجمات السريعة المرتدة والكرات الثابتة التي تشكل نقطة قوة كبيرة له. وهذه المباراة ستكون اختبارا حقيقيا للمدربين المنتخبين. هذا سيحاول كل مدرب قراءة الخصم جيدا منذ الدقائق الأولى. أي خطأ تكتيكي بسيط قد يغير مجرى المباراة بالكامل، خصوصا مع تقارب المستوى الفني بين الفريقين. الجماهير تنتظر هذه القمة بشغف كبير، سواء جماهير الجزائر أو التي تحمل بالحفاظ على الهيبة العربية، أو طبعا المغرب التي تطمح لإعادة أمجاد الكرة العراقية ورفع الكأس من جديد. الأجواء ستكون مشتعلة داخل الملعب، والمتابعين سيكونوا ضخم على شاشة التلفاز ومنصات التواصل الاجتماعي. كأس العرب له طابع خاص لدى الجماهير العربية، لأنه يجمع المنتخبات في أجواء تنافسية أخوية مزدوجة بالحماس والتاريخ والكرامة الكروية. ومباراة الجزائر والعراق تعتبر واحدة من أهم مباريات البطولة، لأنها تجمع بين منتخبين لهما سجل مشرف في المسابقات. والآن نقول لكم متى موعد مباراة الجزائر ضد العراق. المباراة ب9 ديسمبر يوم الثلاثاء 9/12/2025. طبعا بتقام على الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر ومصر وتونس، والساعة 7 مساء بتوقيت مصر، والساعة 8 مساء بتوقيت السعودية ومصر والعراق وسوريا وسوريا والأردن. وفي نهاية اللقاء يمكن القول إن نحن أمام مواجهة مفتوحة بالنتائج، فعلى كل الاحتمال لا أحد يستطيع الجزم بالنتيجة، فالأمر سيتوقف على الجاهزية والتركيز واستغلال الفرص. هل تفرض الجزائر خبرتها وقوتها، أم ينجح العراق بروحته القتالية في قلب الطاولة؟ الجواب سنعرفه فقط عن صافرة البداية. وبهذا نصل إلى نهاية الفيديو اليوم، ولا تنسوا دعمنا باللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم عشان يشوفون المباريات، واكتبوا لنا توقعاتكم لنتيجة المباراة في التعليقات، ونلتقي في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.